بمناسبة مرور 250 سنة على تأسيس أمريكا، شركة هينيسي للتعديلات قررت تعمل احتفالية من نوع خاص، وكشفت عن عملاقها الجديد الفيلوسيرابتور 1200 اف 250. العربية دي مش مجرد فورد عادية، دي بتعتمد على موتور ديزل V8 سعة 6.7 لتر، بيطلع قوة 500 حصان وعزم دوران بيوصل ل 1200 نيوتن متر. الغموض الحقيقي في التفاصيل اللي ورا التصميم. الهيكل مرفوع 5 بوصة ومزود بمساعدين خاصة، مع استخدام مكثف لألياف الكربون في الكبوت والباب الخلفي، وكأنها عربية مهيئة لظروف غير طبيعية. ومن جوه المقصورة اتحولت لقطع فنية من الجلد والألكانتارا، والملفت إن كل نسخة ليها رقم تسلسلي خاص محفور على مسند الإيد علشان يأكد إنها واحدة من 250 نسخة بس في العالم كله. التحرك ده من هينيسي بيطرح تساؤل مهم حوالين مستقبل العربيات اللي بتجمع ما بين الفخامة والقدرات القتالية على الطرق الوعرة. تفتكروا القوة دي والعدد المحدود ده هيخلوا العربية دي أغلى عملة نادرة في جراجات المشاهير؟ شاركونا لو قدامك الفرصة تقدر تروض القوة دي على الطريق.